ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال. النهاردة بقى روتين جديد بيوم جديد. روتين النهاردة يا جماعة روتين صباحي حلو جدا جدا. روتين النهارده جميل جدا جدا. يلا بقى انزلي حطي لايك الفيديو، اشتركي معايا لو لسه اول مره بتشوفيني، يمكن مشتركه تحت الفيديو. ويلا بينا بقى نبدا روتين النهارده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اول كده ما قمت من النوم وفتحت عيني، قلت كده يا فتحي يا عليم يا رزاق يا كريم. فتحت كده الشبابيك بتاعه الشقه زي ما اتفقت معاكم برضو في الفيديو اللي فات وفيديوهات قبل كده. وكمان شغلت بقى اذاعه القران الكريم. بجد لما بفتح اذاعه القران في البيت يا بنات بحس بفرق جدا، بحس ان اليوم كله مريح. وبرجع كده يعني بشم كده ريحه زمان وبركه زمان. خلاص بقى احنا كده اتفقنا مع بعض ان ده عادات انا بصحى عليها كل يوم الصبح لازم اعملها، افتح شبابيك البيت عشان كده ايه الدنيا كده الشقه كده تغير جوها، ويكون كده ريحتها ايه نظافة كده وبركة، وتكون الحتة يعني ايه جميلة كده ومريحة نفسيا. وتاني حاجة بحب افتح على طول اذاعة القرآن الكريم كده في المكان زي ما اتفقنا. يبقى ده عادات انا خلاص اخدت عليها. اتمنى طبعا فيديو النهاردة كده يديلكوا كده ايه جرعة كده نشاط وتشجيع، وكمان إيه الفيديو يعجبكم ان شاء الله باذن الله، يعني كده يعجبكم. المهم بقى يا بنات بعد كده دخلت على طول عملت لي بقى كده ايه كوبايه شاي حلوه. طبعا كنت مشيت الولاد نزلتهم راحوا المدرسه. وكمان على طول انا على فكره ما بفطرش، يعني لما بقعد كده يعني افطر الولاد في الاول وانزلهم، بعدين افطر انا بقى براحتي واقوم على طول اشوف شغل بيتي. فعملت بقى كده ايه كوبايه شاي حلوه. وكمان عملت لي كنت عامله اللي هو العيش الكماج او البكاكين على زي ما بتقولوا يعني. فخدت كده رغيف منهم، وكمان عملت فيه كده ايه حته جبنه بقى كده ايه كانت مملحه. بحب انا الجبنه الحادقه مع او اي نوع جبنه على فكره مع العيش اللي هو الكماج ده بيكون جميل جدا. وقعدت بقى دخلت البلكونه هنا صراحه فطرت كده بمزاج وروقان. ودخلت بقى على طول على فكره اول بقى ما دخلت اول كده ما فتحت عيني تحت الشبابيك، وزي ما اتفقت اللي انا عملته معاكم كده في اول الفيديو. كان عندي بقى ايه شويه الغسيل دول، قلت اما اشغل عليهم على ما اشوف بقى شغل البيت كله يكون هما ايه اتغسلوا. فشغلت بقى الغسالة كده يا بنات، ودخلت بقى لفيت في الشقة كلها لفة سريعة كده. وكمان وريت لكم الريسبشن كده في الأول يعني قبل وبعد التنظيف، يعني ايه عشان عايزة فيديو النهاردة برضو يكون كده بسيط عشان ما تملوش يعني وكده. خلاص. وكمان صراحة أنا لما بطول فيديو يا بنات ما بلاقيش كلام إن أنا يعني أتكلمه. وكمان زي ما اتفقت معاكم في الفيديو اللي فات ان عشان الظروف اللي عندنا اليومين دول بنت عمي يعني متوفيه وكده، فده طبعا مأثر على نفسيتي جدا جدا. فحابه ان كل حاجه تكون خفيفه يعني كده ولطيفه، وتكون يعني ابقى متواجده معاكم على قد ما اقدر يعني. خلاص. فالمهم هنا بقى يا بنات بعد طبعا ما خلصت بقى الشقه كلها وريت لكم كمان ريسبشن بقى. وحبيت كمان على فكره اوريكم بقى الشمس داخله جوه كده. صراحه ساعه ما بشوف الشمس يا بنات بحس كده بهدوء اعصاب داخله في الشقه كده. بحس صراحه والله العظيم في بركه كده هدوء اعصاب. المهم وكمان على فكرة عايزة اقول لكم كمان انا ما عدتش دلوقتي يعني نادرا لما عدت بغسل هدوم الصبح يعني يا بنات. دلوقتي عدت بحب اصبن او اغسل الهدوم لو عندي يعني هدوم بحب اغسلها بالليل، اقوم الصبح كده رايقه والمصالح بتكون هاديه وخفيفه كده. المهم هنا يا بنات بقى بعد ما نشرت بقى شويه الغسيل والشقه عندي بره زي الفل، هنا بقى دخلت اعمل الغدا. عايزه اقول لكم على حاجه. اللحمه دي انا بانضف الفريزر لقيت طبق اللحمه ده يعني كيس اسود فيه طبق كده، فبفتحه لقيت فيه ايه اللحمه دي كانت موجوده عندي يعني من العيد. فصراحه كنت خايفه منها فطلعتها كده من بالليل في التلاجة تفك. ووريتها برضو كده يعني ايه لجوزي وكده. وكانت كمان موجوده عندي قالت لا هي كويسه يعني، ولو انت شاكه فيها اديلها غلو. فصراحه قلت كده اما اعملها كده في الاول لو حسيت بيها باي حاجه وكمان هي كانت في الفريزر والعيد ما كانش من بعيد يعني قوي. فالمهم قلت بقى النهارده لقيتها كده حته سمينه، قلت ده انا هعملها بقى النهارده
بُصّوا صينية كده بطاطس باللحمة تستاهل بُقُّكم كلّكم، طريقة بقى اللي أنا باعشقها وباموت فيها، بما إن بقى حتّة اللحمة فيها سمين كتير كده فهي خلاص بقى هي لازم تكون صينية بطاطس باللحمة، وكمان ما عملتهاش من زمان جدًا، جدًا. على طول بابقى أعمل لحمة يعني مسلوقة وفي شوربة وكده، ونعمل جنبها لسان عصفور أي خضار، رز بشعرية وكده. بس النهارده حبيت صراحة إن أنا أغيّر يعني فيها وكده، وزي ما قُلت لكم عشان يعني حتّة اللحمة سمينة. المهم حطيت بقى كده حلة على النار يا بنات، المَيّة غليت نزلت على طول باللحمة، باحب طريقة الطبيخ دي جدًا، جدًا، بتطلعي بشوية شوربة، يا سلام بقى! شوية شوربة حلوين أوي يستاهلوا بُقُّكم بصراحة. وبعدين بابدأ بقى أريّم اللحمة وأنزل بقى بورق بقى اللورا، بصلاية، طماطماية، مستكة، اللهم لأ حبهان، ما باحبش المستكة، باحب الحبهان، وفلفل أسود، وكمان بقى شوية قرفة. لو عندِك بقى اللي هو اللوم المجفف ده تحفة، تحفة يا بنات، بيبقى جميل جدًا في اللحمة. فالمهم بقى كنت عايزة أعمل رز بشعرية جنب صينية البطاطس يعني وكده، فصراحة بادوّر ما لقيتش شعرية، كنت عايزة أعمل رز بشعرية وشوية شوربة لسان عصفور بشوربة اللحمة. صراحة أنا باعشق حاجة اسمها شوربة لحمة، أنا ممكن ما آكلش اللحمة، ما باحبش أي نوع شوربة زي شوربة اللحمة. خلاص فما لقيتش، عملت بقى شوية كده رز بلسان العصفور برضه بتكون جميلة وتحفة جدًا، جدًا. هنا بقى طبعًا ولّعنا خلاص على الرز، هو طريقته زي الرز بشعرية بالضبط، أنتِ بتحمّري لسان العصفور بتنزلي على طول بالرز وبتشوّحيهم كويس كده مع بعض، وبعدين بتنزلي بالمَيّة بقى وملحِك وكده، وأول ما بيغلوا طبعًا بنهدّي عليهم النار وبيستووا بيكونوا زي الفل. خلاص بقى ولّعت على اللحمة وعلى الرز، قُلت بقى تعالوا نجهّز بقى الصينية اللي هنحط فيها كده صينية البطاطس اللي هننزّل فيها اللحمة. بُصّوا الطريقة النهارده يا بنات والله العظيم سهلة وبسيطة جدًا وطعمها بيكون، بُصّوا أنتم هتجرّبوها يعني إن شاء الله بإذن الله كده. ربنا يا رب يمِن عليكم يا رب بفضله وكرمه، ويمِن علينا بفضله وكرمه يا رب، يعني بنسأل ربنا كده من فضله إن شاء الله ربنا يفرجها علينا وعليكم ويرزقنا جميعًا يا رب. فلمّا تحبوا تعملوا صينية بطاطس باللحمة تعملوها بالطريقة دي، فهتكون جميلة جدًا، جدًا. خلاص المهم بقى يا بنات، هنا طبعًا جِبت بقى الصينية وكنت مجهّزة معايا بصلتين كده كبار حلوين، وكمان حبّايتين بطاطس وفلفل، وقرنين فلفل كده بلدي اللي هو الأخضر، لو عندِك فلفل ألوان وعايزة تضيفي برضه ما فيش مشكلة، كمان عندي قرن اللي هو الحامي ده يا بنات برضه يعني بيدّي لِك كده شطشطة بسيطة كده، وكمان بتكون طعم الصينية لذيذة حلوة أوي. طبعًا لو بتحبوها يعني spicy، لو مش بتحبوا الحاجة spicy فخلاص استغنوا خالص عن عن الفلفل اللي هو الحامي. المهم بقى قطّعت كده كل حاجة شرايح، قطّعت البصل كده في الأول يا بنات شرايح، نزلت عليه بملح وفلفل أسود وشوية كمون ومرقته كده ماركة حلوة، لازم تعملي الخطوة دي قبل ما تقطّعي بقية الخضار على على البصل. وبعدين قطّعت بقى البطاطس كده شرايح زي ما أنتم شايفين، وكمان الفلفل برضه قطّعته شرايح، القرن بقى الفلفل اللي هو الحامي قطّعته كده على 3. هاخد بقى كل الكلام الحلو ده كده في بعضه، أقلّبه تقليبة حلوة كده في بعضه، وبعدين معايا بقى كده الطماطم، شفشق عصير طماطم وفارمة فيه 5، 6، 7 فصوص من التوم طريين كده، بانزل على طول على بيهم على الخضار، وكمان باحط كده شوية زيت، طبعًا حاطين ملح وفلفل أسود وكمون والدنيا متضبّطة وزي الفل. ضيفي بقى شوية زيت حلوين كده محترمين، غطّي عليهم هياخدوا يعني بُصّي أول قلبة كده، على طول مش تسيبيها ولا ربع سِوَى ولا هي قلبة واحدة بس كده هتغلي، طبعًا تكون اللحمة عندنا مستوية 3/4 سِوَى، يعني الربع بتاعها ربع السِوَى لسه يعني اللي هي عايزة تاخده يكون في قلب صينية البطاطس، بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. هاجيب بقى اللحمة كلّها كده أنزّلها كده فين، على البطاطس، وأبدأ إن أنا أنزّل اللحمة تحت، عايزة كل حاجة تكون طايلها يعني صلصة يا بنات وكده. فالمهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما أنتم شايفين كده هانزّل بقى كل كمية اللحمة. بُصّوا يا بنات أنا لمّا بانزّل لكم أو باعمل معاكم أكل أو كده، هي دي بتكون طريقتي، عشان في ناس طبعًا بيكون ليها طريقة تانية، في ناس بتحب اللي هو تسبِّك الصلصة في الأول، يعني تحط لها كده بصلاية وتشوّحها وبعدين تنزل بصلصة بعصير الطماطم اللي هي تسبِّكها شوية. لأ صراحة هي الطريقة دي أنا باحبها جدًا وباعشقها جدًا، جدًا، بيكون طعمها حلو أوي. فزي ما اتفقت معاكم لمّا أكون بانزّل لكم طريقة أكل أو باعمل معاكم غدا، فبتكون دي طريقتي، اللي حابب صراحة إن هو يجرّبها، وكمان ما باعملش معاكم حاجة إلّا لمّا تكون هي أنا مجرّباها ويكون طعمها حلو ولذيذ جدًا، جدًا، وأنا متأكدة إن هي تعجبكم. بس كده يا بنات، نزلت بقى بكمية اللحمة اللي كانت موجودة يعني،
خدت بقى كده إيه السوا بتاعها، شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، اللهم بارك، طبعًا بألف هنا للي أكل منها أي حاجة. بُصّوا يا بنات أنا هنا صينية البطاطس دي آمم يعني قضّتنا يومين، يعني عملتها قُلت هي تكفّينا اليومين، ما شاء الله يعني، لإن كنت صراحة ناوية إن أنا تاني يوم عندي شغل كتير جدًا، جدًا في المطبخ، فقُلت خلاص يبقى موجود عندي الأكل وبكده أكون قايمة برضه مرتاحة من مسألة الغدا، فاهمينّي؟ أعمل كده شوية رُز كده طازة حلوين جنب الأكل اللي هيتبقى مننا يعني وإيه، ونقضّي بيهم اليوم وكده، عشان خاطر هيكون عندي شغل كتير إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا يعني. في المطبخ، فقُلت خلاص يبقى أنا كده إيه، شِلت من على دماغي الغدا. المهم وريت لكم بقى يا بنات ما شاء الله صينية البطاطس باللحمة كانت جميلة وتحفة جدًا. طبعًا في الوقت ده لو أنتِ حابة تدخّليها الفرن تحت الشواية تاخد لون براحتك خالص، بس بصراحة إحنا بنحبها juicy كده، إحنا ما بنحبهاش ناشفة يعني. أمّا باحطها في الفرن الولاد بيقوموا شايلين الحتة اللي احمرِّت بتاعة اللحمة دي يشيلوها في جنب ما بيحبوش ياكلوها، فهُم طالعين لأمهم بيحبوها كده تكون طرية وحلوة. فهنا طبعًا يا بنات كنت بقى كمان الرز كان خلاص ما شاء الله اللهم بارك يعني اتلدّن وبقى زي الفل، قلّبته كده وسِبته على جنب لإن كنا لسه بدري عن ميعاد الغدا. لمّا بنكونش بدري صراحة أنا باحب أغرف معاكم الأكل، لكن لمّا يكون بدري ولسه يعني على ميعاد الولاد لسه ما جوش من المدرسة وكده وأبو خالد، فما باحبش اللي هو إيه، أغرف الأكل وكمان بابقى عايزة أنجز الفيديو. هنا بقى يا بنات حبيت صراحة يعني أغسل بقى المواعين كلها بتاعة قبل الغدا دي، عشان بعد الغدا ما يكونش عندي مواعين والمطبخ يبقى حوسة تاني يعني وكده. فصراحة باحب أجيب بقى اللي هي الحلة الزرقا دي، أيًا كان بقى الحلة صاج حلة اللي هي الستيل، أيًا كان حاجة تنفع إن هي تدخل التلاجة بعد كده عشان خاطر ما اقعدش أشيل واحط تاني من حلة لحلة يعني. ففضيت بقى الشوربة يا بنات في الحلة اللي هي الزرقا دي، وجبت بقى الحلة الألمونيوم دي، قُلت أمّا إيه أدعكها. باغسل بقى يا بنات الألمونيا دي باللي هو السلك البلدي عادي وبصابونة سمرا عادية، غير كده ما تقوليش إن في ألمونيا هتنضف. عايزاكم بقى تقولوا لي مين زيي بيحب ياكل يعني يحب يطبخ في الحلال الألمونيا. صراحة باحس فيها يا بنات طعم الأكل بيكون مختلف تمامًا، ليه طعم وشمخة تانية كده غير الستيل وغير أي حاجة. بس الصراحة هو يعني مش صحّي أوي إن أنتِ تطبخي في الألمونيا، بس ولكن لو أنتِ هتغسليها كويس فتمام أوي. لو هتدوّري بقى على أحسن حاجة أو أصح حاجة إن أنتِ تطبخي فيها فهيكون الستيل، ده طبعًا أضمن وأأمن حاجة. بس زي ما قُلت لكم أنا صراحة باحس بطعم الأكل بحاجة تانية خالص في الألمونيا. المهم بقى مسكت الحلة دعكتها كده وخليتها كده ما شاء الله عليها فُلّة كده شمعة منوّرة. المهم آخر حاجة يا بنات معاكم النهارده في الفيديو هامسك بقى إيه، الحوض كده أدعكه دعكة حلوة، وبكده أكون خلصت من مواعين قبل الغدا، والمطبخ عندي زي الفل ورايق والدنيا رايقة تمامًا. هنتغدى بقى إن شاء الله يكون عندي كده شوية الأطباق بتوع الغدا أقف برضه كده أغسلهم على السريع، يكون كده عندي المطبخ زي الفل. وبصراحة يا بنات حلو أوي إن أنتِ تروّقي مطبخِك كده قبل الغدا عشان بعد كده أنتِ ما تتعبيش بعد كده. فالمهم بقى مسكت الحوض كده يا بنات غسلته أهو، وهالمّعه كمان كده بالفوطة، ويكون فيديو النهارده يا بنات خلص، وأنا مبسوطة جدًا، جدًا إن أنا شاركت معاكم فيديو النهارده. أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.